هو واحد من 13 حقلا لبيض المائدة في ذي قار، حققت جميعها الشهر الماضي إنتاجا سد نحو 50% من حاجة محافظة يبلغ عدد سكانها أكثر من 2,000,000 نسمة. ومع العمل على إنجاز مشاريع مماثلة تأمل المحافظة الجنوبية تحقيق الاكتفاء الكامل من البيض وخفض الاعتماد على إنتاج محافظات أخرى لهذه المادة الغذائية الأساسية. هناك حقول قيد الإنشاء إذا دخلت للخدمة سوف تعمل على رفع وسد حاجة المحافظة إلى أكثر من 85%، مما يؤدي إلى اعتمادنا على المحافظات المجاورة في سد الحاجة والوصول للاكتفاء الذاتي في المحافظة من مادة بيض المائدة. قطاع إنتاج البيض ولحوم الدجاج في ذي قار وعموم البلاد يواجه مشاكل عدة تجعل من إنتاج الحقول العاملة متذبذبا وفقا لظروف اقتصادية ومؤثرات أخرى تتحكم بأسعار الأعلاف وكلف أخرى، فضلا عن التقاعس في تطبيق قانون حماية المنتج المحلي. هنا 3 نقاط: حماية المنتج بالتعرفة الجمركية، دعم الأعلاف، ضبط الحدود. اكو جاي يدخل دجاج تهريب وجاي يدخل بيض تهريب، واغلب دول الجوار حاليا احنا بظرف الشتاء هسه حاليا عندها فلاونزا الوبائيه، فلاونزا H5 القاتله للانسان. وشهدت أشهر من العام الماضي إنتاجا فائضا للبيض في العراق عبر 7,700 مشروع للدواجن بحسب وزارة الزراعة. توفير الأعلاف المناسبة وترجيح كفة الإنتاج المحلي للبيض على المستورد عاملان مهمان في تعزيز قدرة ذي قار على سد حاجتها من مزارعها المحلية. من قضاء الغراف شمال مدينة الناصرية، أحمد السعيدي، UTV.